ازيك يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا أجمعين. النهاردة هنعمل وصفة مميزة جدا. هنعمل طاجن المكرونة باللحمة أحسن من بتاع المحلات. تعالوا أقولكوا نعمله ازاي. مادة دهنية، زيت أو سمنة أو ممكن أستخدم الاتنين. نزلت عليهم بفصين توم واديته تشويحة. أنا عايز اللون يتغير بس سنة صغيرة مش يتحمر. بعد كده بنزل عليه باربع معالق خل، وانزل عليه صلصة الطماطم. انا استخدمت كيلو الا ربع طماطم ضربته في الخلاط. بالنسبة للبهارات عبارة عن معلقة كمون مع معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة بابريكا وبهارات لحمة وملح ومعلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم. نزلت باللحمة المفرومة أو المتعصجة في البولات. لو ما عنديش بستخدم بايركس، طاجن البايركس. استخدمت كيسين مكرونة اللي هو 400 جرام الكيس، يعني كيسين 800 جرام. نزلت في البولات بتاعتي، حاولت ان انا املى النص، مش بملى البولة الاخر عشان لسه في الطماطم وكمان هزود شوربة. بنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا سبتها على النار تغلى بس مش تقصر على كمية الطواجن اللي عندي. بغطيها بس. بعد كده بنزل بشوربة، عندي شوربة موجودة بتاعت فراخ او لحمة، اي شوربة موجودة عندي بزود بها الطماطم. بخلي السمك المواد السايلة فوق المكرونة بسنتي عشان بس تاخد في السوا. انتوا عارفين يا شطار ان انا اصلا حاطه المكرونه من غير سوا او غير سلق. بحاول ان انا اغطي المكرونه بسنتي، حاجه زي عقله الصباع كده بس فوق المكرونه. دي الشوربه اللي عندي، حاولت ان انا ازود بيها زي ما انا قلت لكم، بس ان هو عقل الصباع، ان هي المواد السائله تغطي لي المكرونه فقط. احاول ان انا ادي تقليبه عشان انا اتاكد ان المواد السائله واصله لكل جزء في المكرونه. هغطيها بفويل وادخلها في فرن على درجه 180 لمده نص ساعه. وبعد ما طلعت من الفرن بقت بالمنظر ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجة كده بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، احسن من بتاع المحلات الف مرة. كفاية ان احنا عاملينها من ايدينا ومتأكدين من نظافتنا. يا رب الفكرة تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات. باي باي.